السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على عيونكم يا حلوين، أحلى مسا على اللي عنده مسا، وأحلى صباح على اللي عنده صباح. أهلا بيكم يا حبايب قلبي، عاملين إيه؟ النهاردة عايزين نتكلم على المهازل اللي بتحصل. بصراحة قرفنا وجبنا آخرنا من طريقة بعض القنوات، وبالأخص النوع اللي هدفه الوحيد جمع المشاهدات بأي شكل وبأي طريقة إن كانت، حتى لو كانت على حساب السمعة والشرف. خلوني اوضح لكم اكتر يا جماعة. مثلا زي قنوات مفترية بردو، الست دي اكبر مثال حي على النوع ده من القنوات. معظم فيديوهاتها دايما مليانة كلام كتير، لكن لو فكرت شوية هتلاقي ان كلامها معظمه كلام فاضي ملوش اي معنى او هدف. الغريب ان الفيديوهات دي كانت بتجذب ناس كتير، وده لانها بتعرف تلعب على حاجات معينة زي الفضول والإثارة أو حتى الشائعات. المشكلة إن لو حد حاول يوجه لها نقد أو يقول لها كلمة حق تتحول لعربجية وشرشوحة في ثانية، وتقلب عليه الترابيزة وتتفتح عليه طاقة جهنم من العصابة اللي وراها. وكل ده ليه؟ علشان بس بيقول إن المحتوى لا يليق، أو بس خرج عن السرب اللي هي رسماه. ساعتها بتحولك لشخص بيشتغل مع جهة معينة أو بتنفذ أجندة، ولو النقد كان جامد عليها شوية يتهموك في شرفك وفي سمعتك. كل ده ليه؟ عشان محدش بس يعترض او يقول كلمة تبوظ عليها الشغلانة. بصراحة انا عاوزة اوجه سؤال للناس اللي بتتابعها، انتوا شايفين ان فيديوهاتها بتضيف لكم اي قيمة؟ هل بيطلع منها اي حاجة مفيدة؟ الحقيقة لا، معظم فيديوهاتها ما هي الا حوارات واشتغالات علشان خاطر الدعم، وهي المستفيد الأوحد. فيها ايه لو قدمتي حاجة تفيدي بيها الناس، مش انك تدمريهم؟ في اجيال صغيرة بتتفرج عليكي، مفروض تعلميهم شيء يفيدهم. انت قناة قايمة بس على المشاكل وتدمير سمعة الناس. انت للأسف بتدمري جيل كامل. اللي انا شايفاه ان النوع ده من المحتوى بيأثر علينا كمجتمع. الناس بقت تتفرج على اي حاجة والسلام من باب الفضول، وده بيخلي القنوات دي تكسب اكتر واكتر. والكارثة انهم عارفين ده كويس قوي، وعلشان كده بيركزوا على المشاكل والمواضيع الحساسة اللي بتلفت الانتباه بسرعة. واي حد يواجههم زي ما قلنا بيتهموهم باي حاجة علشان يسكتوه. والمصيبة الاكبر اللي لازم ناخد بالنا منها، وهي تأثير النوع ده من المحتوى على طريقة تفكيرنا كمتابعين. لما بنشوف القنوات اللي زي دي بتشوه سمعة الناس لمجرد بس انهم قالوا كلمة حق او انتقدوهم، ده بيعلم الناس ان الصراحة في حد ذاتها غلط، وانه من الافضل انك تسكت علشان ما تتهاجمش. وده خطر جدا، لاننا بكده بنوصل لمجتمع مليان بناس جبانة خايفة تقول رأيها او تعبر عن اللي جواها. طيب ايه الحل للوضع اللي احنا فيه دلوقتي؟ اول حاجة يا جماعة، احنا كمتابعين لازم نكون اذكياء في اختياراتنا. مش اي قناة عندها مشاهدات كبيرة او منتشرة على اليوتيوب تبقى قناة مفيدة او حتى محترمة. لازم نفكر كويس قوي قبل ما ندي وقتنا ومجهودنا لمحتوى ما يضيفلناش اي قيمة. كمان لازم نبدأ ندعم القنوات اللي بتقدم محتوى هادف ومحترم. في قنوات كتير بتشتغل بضمير وبتحاول تقدم محتوى يعلم الناس حاجة جديدة او تفيدهم في حياتهم. القنوات دي تستحق الدعم، لانهم مش بيجروا ورا الإثارة الفارغة او تشويه سمعة الناس. وفي النهاية لازم القنوات اللي بتقدم النوع ده من المحتوى تفهم مدى المسؤولية الكبيرة يا جماعة اللي هم محطوطين فيها، وان كل كلمة بتتقال قدام الكاميرات بتأثر على الناس وبتشكل طريقة تفكيرهم. لو المحتوى ده استخدم صح ممكن يغير حياتنا للأحسن، لكن لو استمر بالطريقة دي هيفضل يهدم بدل ما يبني. لو عجبكم الفيديو ده وحسيتوا انه مفيد، ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوه مع اصحابكم واهاليكم عشان نوصل الرسالة لأكبر عدد ممكن. وكمان اشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، وفعلوا زر الجرس علشان اول ما انزل فيديو جديد تكونوا اول ناس تشوفوه.